السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل محشي ورق عنب بالريش الضاني. هنا معايا 4 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع، ومعايا بصلتين كبار مفرومين ناعم، و3 حبات من الفلفل الاخضر مفرومين ناعم، ومعلقتين كبار من الثوم، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعلقتين كبار من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الملح. هنا ببدأ أخلط كل المكونات. بعد كده معايا من 200 ل 250 جرام لحمة مفرومة معصجاها بفلفل أسود وقرفة بودر بس. وهنا ضفتها، ومعايا حزمتين من الكزبرة والشبت. بدأت خلطت كل المكونات دي، ومعايا 900 ملي من عصير طماطم المتسبكة. هنا معايا ورق عنب، طبعا غسلته وبعدين حطيته في مية دافية وفيها شوية كمون، وبعد كده بخرجها ابردها بمية تاني ساقعة واسيبه يتصفى واشيل اي زوائد مش مرغوب فيها. بعد كده ببدأ ان انا احشيه بالشكل ده لغاية ما اخلص الكمية كلها. هنا معايا كوسة متقورة بدأت ان انا احشيها، ومعايا فلفل. في الوقت ده الكمية اللي معايا بتاعة الرز كنت هكمل بيها بقية محاشي، بس للأسف ما كملتهاش معاكم في الفيديو. هنا معايا الريش الضاني، تبلتها بشوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح. معايا 4 معالق من الزيت و4 معالق من الزبدة. بدأت شوحت فيها الريش، وبعد كده ضفت لها نص كوباية من المية وسبتهم لغاية ما يستووا. بعد كده هنا جبتهم في الحلة وبدأت أرصهم ورصيت عليهم الورق عنب. معايا معلقتين من دبس الرمان، وهضيف شوربة لحمة، وبعد كده معلقتين من زيت الزيتون. طبعا شوربة اللحمة او اي شوربة هتكون النص اللي تحت بتاع الحلة، ونفس الوضع بتاع الصينية هنضيف ربع بس، وهنسويهم. مجرد ما بينشفوا بنهدي النار، بتتشرب السوائل بنهدي النار.